السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليسيا كوزين. كما عودناكم دائما كاين الجديد. اليوم جبت لكم الشعريه بالدجاج، كتجي رائعه. لاعداد هذه الوصفه غنحتاجوا الدجاجه من حجم متوسط، كيلو لاروب ديال الشعريه، داما ديال الزعفران، 2 حبات طماطم، 2 حبات بصل، قزبر معدنوس، زيت البلديه، معلقه ديال السمن، 2 تاع الفصوص ديال الثوم، ملح، ابزار، خرقوم العود وسكينجبير، وعطريه ديال الدجاج واحد راس الملعقه، وماشي ضروريه اللي هي بالسيبيسوق ولا دي غير اختياريه، لا بغيتو تضيفوها هذه اضافه. من بعد ما غسلنا الدجاج ديالنا بالحامض والملح وسقطرناه، غنديروه في قميله ونضيفوا عليه داك شويه ديال العطريه ديال الدجاج اللي هو بسيبيسوق وقله، ونضيفوا عليه نص ملعقه ديال السمن، والنصف الاخر غنحتفظوا به اللي غنضيفوه من بعد. نديروا عليه واحد 2 معالق ديال الملحه، لانها الملحه غنديروها بالزيت لان غنديروا الشعريه غطيب مع الدجاج. غنديروا معلقه ديال الخرقوم ديال العود، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال السكينجبير، ونضيفوا الزيت البلديه اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه. مباشره غندوزو نوجدوا الطماطم مع البصل. الناس اللي كيبغيو يحكوا مطيشه والبصله يقدروا يحكوهم، انا اختاريت نديرهم هنا كيجي كتسهل عليا هاد الماكينه العمليه ديال الطحن. كندير كل شيء في هاد الخلاط وتنطحنهم، فص ديال الثوم ومطيشه، وكنطحن شويه بشويه وتنخوي في ديك القميله. هاد الطريقه كتجي سهله بزاف، كتسهل عليك الخدمه. كنخويها فوق الدجاج وكنضيف ليها شويه تاع القزبر والمعدنوس اللي سبق ليا وقطعتهم طرف رقاق. كنضيف عليهم الدامه ديال الزعفران. تنخلط هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتها. نعطي فيها واحد الرائحه هائله. كنشعل عليها البوطه وتندير هاد الشيء كيتقلى. تنخليو حتى هاد الدجاج ديالنا كيشرب مزيان داك العطريه وكياخد واحد ربع طياب ديال هاد العطريه، وكنرويوه. كنديروا واحد البقراج تاع الماء طيب كيكون طيب حدانا، كنزيدوا واحد الكميه ديال الماء، وكنضيفوا ليه مباشره شويه لاصوص طوماط، ولا ما توفرش عندنا نقدروا نديروا ملعقه ديال مركز الطماطم. مباشره كندوزو نوجدوا الشعريه اللي غنحتاجو. غنديروا واحد 2 معالق ديال الزيت ونخلطوا الشعريه ديالنا ونلوحوها في الكسكاس باش نديروها تفور. بالنسبه للشعريه انا ما توفرتش عندي الغليظه، يستحسن ان نديروا الغليظه. انا لقيت غير هاد الشعريه اللي تتباع عندنا هنا، هذه رقيقه بزاف ولكن جات زوينه بحال بحال. ولكن الا كانت الغليظه كتجي احسن. من بعد ما فارت ليا الشعريه ديالي كنقلبها في القصريه وتنسقيها بشويه الماء، تقريبا واحد نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الماء. تنسقيها تنخلطها، كتبدا تشرب شويه تنهزها في الكسكاس وكنعاود نرجعها تفور. بالنسبه للشعريه راه ما تاخذش شي وقت بزاف، راها مسربيه في التصايب صراحه ما كتاخذش بزاف، يعني تقدر في نص ساعه توجدها، ماشي ما كتاخذش بزاف تاع الوقت. كنعاود نرجعوها كتفور الفوره الثانيه. من بعد ما فارت نفس الطريقه كنضيف عليها نرشها بالماء، ما بين نص كاس حتى الكاس لاروب تاع الماء، كنخلطها مزيان وكنعاود نديرها تفور.
هنا الدجاج ديالنا وجد، كندير واحد القويميله صغيره كنجمع فيها الدجاج، كنضيف عليه واحد 2 مغرفات ديال المرق باش ملي نبغيو نسخنوا الدجاج نلقاو واحد شويه المرق باش فاش يسخن. في البرمه كنزيدوا شويه الماء الكافي وكنضيفوا داك السمن اللي بقى عندنا، نصف ملعقه السمن اللي تبقات، نضيفوا الشعريه تتفور الفوره الثالثه والاخيره. من بعد ما فارت لينا الشعريه ديالنا صافي، الشعريه وجدات، غادا نخويوها في البرمه. دائما يكون حدانا الماء طيب، الا بان لك الماء ناقص خاصك تزيد شويه الماء، فاش الماء اللي غيكفيك لهاد الشعريه. كنحركو، الا بان لك شويه الماء ناقص غتزيد واحد شويه وكتكمل تحراك ديالك حتى كتوجد لينا شعريه. مباشره كندوزو لطبق التقديم. صافي الشعريه ديالنا وجدات، كتكال هكا سخونه، تنحطوها في الطبسيل وتنحطو فوق من هذاك الدجاج اللي سبق لينا طيبناه. صراحه كيجي هذا الطبق رائع، كنتمنى انكم تجربوه، فهو رائع شكلا ومذاقا، ما كتحتاجش بزاف تاع الوقت، دغيا كيوجد، ولا جربتوه غتولي وصفه معتمده عندكم. كنتمنى ان هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوناش من الدعوات ورحمه الوالدين ولي لايك والاشتراك. السلام عليكم.